الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله 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 أكبر الدنيا كمان واكتر لو قلت وصف. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إنه لمن بواعث السعادة في نفسي أن ألتقي بكم اليوم في حب مصر. مصر هي من أعز بلاد الله، هي كنانة الله في أرضه. لا نتحدث عنها من منطلق العاطفة الوطنية، وإنما بكل موضوعية وبحديث بعيد عن عقلية الانحياز نقول إن مصر هي من أفضل وأجل بلاد الله إلى الله بعد الأراضي المقدسة. هي أرض مكرمة، هي أرض مهجر كثير من أنبياء الله الذين تشرفت بطحاء مصر بموطئهم، فقد هاجر إليها عدد من أنبياء الله، وكان بها بعض أولي العزم والعائلة المقدسة، ومن قبل سيدنا موسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. مصر أيضا لا ننسى أنها موطن هاجر التي أهديت والتي كانت زوجة لسيدنا إبراهيم، أهديت لسيدنا إبراهيم، أهدتها السيدة سارة زوجه إليه لينجب منها سيدنا إسماعيل جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن أهل مصر بمثابة خؤولة أو أخوال للعرب، لأن إسماعيل عليه السلام من أمنا هاجر، أو هو ابن لسيدة هاجر المصرية. أيضا لا ننسى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أرسل إلى مصر برسالة الإسلام مع حاطب بن أبي بلتع تقبلها قيس قبولا حسنا، وأرسل مع حاطب بعض الهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت مصر من البلدان التي رحبت برسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم كما أقول لحضراتكم بعث بجاريتين مع حاطب، إحداهما السيدة ماريا والأخرى أختها السيدة سيرين. السيدة ماريا القبطية هي التي أسلمت وهي في طريقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن اعتقها وأنجب منها ابنه إبراهيم الذي توفي في حياته. لذلك كان يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى فضل أهل مصر ويقول: فإن لكم فيها حسبا، أو فإن لكم فيها نسبا وصهرا. هذا النسب متمثل في خؤولة العرب من السيدة هاجر أم إسماعيل، فيها مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة ماريا. وكذلك أختها سيرين زوجها النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابي الجليل حسان بن ثابت. لا أريد أن أتحدث عن فضل مصر أو فضائل مصر، فهي أكثر من أن تحصى، وقد عددها المؤرخون، وهناك كتب بأكملها تحدثت عن فضائل مصر وأهل مصر. ولكن في حب مصر نريد أن نطرح عددا من التساؤلات.
ماذا علينا الآن ونحن في القرن الخامس عشر الهجري؟ ماذا علينا نحن أهل مصر الآن؟ ماذا علينا نحن المصريين ونحن في مستهل الدولة الجديدة بعد ثورة 25 من يناير المجيد؟ ماذا علينا أن نفعل؟ ماذا علينا أن نقدم لمصر؟ ما هي البراهين التي من خلالها نؤكد حبنا لمصر؟ لم تعد البراهين مجموعة من المقالات والكلمات التي يتشدق بها الناس هنا وهناك، أو مجموعة من الأشعار التي يتغنى بها الشعراء والمطربون، إنما مصر في مسيس الحاجة إلى أن ترى هذا الحب عملا، وإلى أن تترجم هذه العاطفة سلوكا. مصر كما عهدناها هي بلد الأمن والأمان، فعلينا جميعا نحن المصريين أن نؤكد هذه الحقيقة حتى لا تغرب عن وجه آدمي على وجه الأرض، حتى لا تتزعزع ثقة أي إنسان مصري، أي إنسان أجنبي في مصر وفي أمن مصر، هذا الأمن الذي جعله الله بمثابة شعار وبمثابة وثيقة: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذا الأمان يتأتى من عدة نواحي، من طبيعة مصر ومن طبيعة سكانها ومن حفاوة أهلها، وبكل ما تحفل به مصر من أمن، يعني أمن على الروح، أمن على النفس، أمن على العقيدة، أمن على الأموال، أمن في كل شيء. ونعمة الأمن كما نعلم جميعا هي من كبرى النعم التي أنعم الله بها على عباده. لذلك فإن الله امتن على قريش حينما أغدق عليهم نعمة الأمن، وأشار إلى ذلك في سورة قريش: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن نعمة كبرى، لذلك حينما نقول إن مصر تنعم وتنعم على زائريها بالأمن، فإنها بذلك تحظى بأمر عظيم، فإن كل من دخلها كان آمنا. هذا الأمن أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من عظام من النعم العظيمة حينما قال: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. كأنه امتلك ثلث الدنيا بنعمة الأمن. فإذا استطعنا نحن المصريين أن نعطي لأنفسنا وللعالم كله من الضمانات ما يؤكد هذه النعمة، حققنا بالفعل نعمة الأمن. يشعر كل من يأتي إلى مصر، أو ينبغي أن يشعر كل من يأتي إلى مصر بهذه النعمة من أهلها ومن إدارتها ومن حكامها ومن كل جوانبها، فإذا استشعر ذلك عاد إليها مرات ومرات. فضلا عن أن أهل مصر أنفسهم ينبغي أن يستشعروا الأمن في قرارة أنفسهم بين ذويهم، بين أهليهم. فيعني لا يعتدي أحد على أحد، لا تصير هناك فوضى. مصر في حاجة إذا كنا بالفعل نزعم حبها أن نحقق ذلك. أنا فقط في هذه الحلقة أود أن أؤكد على بعض المعاني وبعض المفاهيم التي ينبغي أن تتحول إلى سلوكيات في سبيل حب مصر. نحقق الأمن، ثم يأتي بعد الأمن ما شاء أن يأتي من كرم وحفاوة وغير ذلك من الأمور. أيها الإخوة الأحباء، إذا كنا بالفعل حريصين على حب مصر، فتعالوا بنا نضع أيدينا
على يد رجل واحد ونكون على قلب رجل واحد متعاونين متماسكين فيما بيننا، نلتف حول قادتنا، يرحم كبيرنا صغيرنا ويحترم صغيرنا كبيرنا، ويعطف بعضنا على بعض، ويؤمن بعضنا بعضا، ويؤمن الجار جاره. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن أو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنه لا يؤمن أحد أو لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه لا يكون مؤمنا ولا يكون مسلما. فكلنا في مسيس الحاجة إلى أن يأمن كل منا بوائق جيرانه ومن حوله، حتى تعيش مصر ويعيش أو حتى تظل مصر ويعيش أهلها في أمن وأمان إلى يوم القيامة، وتظل كما أرادها الله ملاذا لكل زائر ولاجئ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الها صلى الفجر ولف في مصر وحواليها. الله الله على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها أنا مش هنصفها وأكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين؟ يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ياما فيها مخلصين. يا ما شاء